بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبيت اعمل معاكم ايس كريم اقتصادي جدا وطريقته سهله خالص خالص، يعني بكام حبايه من الفواكه كده خليته تحفه جدا يعني. والنتيجه بتاعته هايله، احسن يعني احلى ايس كريم عملته على القناه، سهله كده وجميل جدا يعني. هنشوف. طبعا معايا حبتين مانجا من المثلجين، ومعايا شويه كام قطعه من الشمام كده او الكنتالوب، ومع شويه من العنب الاحمر. طبعا لازم يكونوا مثلجين من فريزر يعني. وبعدين ضفت المانجا، قطعتها قطع مكعبات، ونزلت بيها في طبعا في الكبه، ومعاها معلقتين كبار من بودرة الايس كريم، مع نص كوبايه من اللبن، ونص كوبايه من السكر. وطبعا ابتديت ان انا اضربهم مع بعض في الكبه. طريقة روعة جدا يعني، اسهل كتير من المضرب الكهربائي. ممكن لو مفيش كبة ان احنا نعمله في الخلاط برضه يبقى تحفة جدا، وطريقته جميلة جدا وسهلة. وانا طبعا زي ما انتوا شفتوا ضفت معلقة من اللون عشان نعزز اللون شوية. وابتديت اعمل الصنف التاني. طبعا معايا كوكتيل من الفواكه كده، حبة عنب على شوية من الشمام او الكنتالوب، اي حاجة متوفرة عندنا، او موز، اي فاكهة موجودة. وطبعا ضفت نفس المكونات، لنص كوباية سكر، معلقتين كبار كريم شانتيه، ونص كوباية لبن. تمام. ممكن نضيف حليب مكثف ومية، بس انا ضفت لبن حليب عادي. تمام. بس النتيجة والله هايلة جدا جدا يعني، ما شاء الله. طبعا اللون ادى معايا بينكي زي ما انتوا شايفين، فحبيت اعززه، فضفت طبعا نقطتين كده من اللون الاحمر، وابتديت اضربهم تاني. والله عايزه اقول لكم احلى طريقه للايس كريم واسهل طريقه. يعني طريقة الكبة او الخلاط اسهل من طريقة المضرب كتير، وما خدش معايا اي وقت. والمانجا كده يعني مركزة مع مع الايس كريم، الاتنين مركزين مع بعض، فادوا طعم هايل جدا يعني. عايزين نقول بناكل من كويدر او من العبد. بصراحة تحفة جدا يعني. جربوه هتشكروني جدا يعني على الطريقة، بصراحة جميل جدا. تمام. وطبعا زي ما انتوا شفتوا كده، طبعا برضو عززنا اللون وحطينا نقطتين من اللون على الفواكه المشكلة، وطبعا ضفناه في التلاجة لمدة 5 ساعات عشان يتماسك معانا ويتجمد. وطبعا زي ما انتوا شفتوا طريقته تحفة جدا جدا وطعمه هايل. حبايبي واخواتي، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.